عماد النحاس مدرب طلائع الجيش يفاجئ الجميع بهذا التصريح بعد انتهاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. عماد النحاس يدلي بتصريحات مثيرة جدا بعد انتهاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد. قال النحاس: الحمد لله على كل شيء، كنت أتمنى الفوز على الأهلي اليوم، ولكن ظروف المباراة ما خدمتنيش. الأهلي كان الأكثر تركيز وأكثر جاهزية رغم الغيابات الكتيرة في التشكيل. لاعيبة طلائع الجيش عملوا اللي عليهم أمام الأهلي، ولكن واجهنا سوء توفيق في أكثر من فرصة. النهاردة كنت بواجه نادي كبير جدا زي النادي الأهلي، فريق هيلعب نهائي دوري أبطال خلال أيام قليلة. مارسيل كولر واضح جدا إنه كان مذاكر نقاط الضعف والقوة في فرقتي. الموضوع ما كانش سهل أبدا، النهاردة كان مطلوب الفوز بأي طريقة، ولكن هرجع وأقول أنت بتواجه أكبر فريق في أفريقيا مش في مصر فقط. واختتم عماد النحاس: أتمنى القادم يكون أفضل لينا في المباريات القادمة لطلائع الجيش في مشوارنا في بطولة الدوري، وأتمنى للأهلي طبعا التوفيق في مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وإن شاء الله الأهلي يفرحنا ويفرح الشعب المصري كله بالحصول على اللقب الأفريقي الغالي.